عمرك حسيت ان دماغك شغاله 24 ساعه مش راضيه تقف؟ اسكتي خلاص كفايه. بتفكر في حاجات حصلت من 5 6 سنين ليه؟ وبتقلق من حاجات لسه ما حصلتش، وبتخاف تعمل حاجات بسبب رأي الناس فيك. في ناس كتيره بتواجهها مشكله الاوفر سينكينج، بس ليه دايما سلبيات كتيره؟ وزي ما ليه سلبيات ليه ايجابيات، يعني مفيش حاجه ليها سلبيات من غير ايجابيات. قبل ما نبدا لازم نفهم ايه هو الاوفر سينكينج. ده بيبقى زي دماغك كده متبقاش قادرة تقف من كتر الأفكار اللي جواها، شغالة 24 ساعة تفكر. هشرح لك في فيديو النهاردة ازاي تستغله ليك، وانت اللي تتحكم بتفكيرك بدل ما هو اللي يتحكم بيك، وانت اللي تقدر تختار انت عايز تفكر في ايه بالظبط. وحتى لو انت كنت بتعمل مونتاج، بتكتب اي عمل ابداعي، الفيديو ده هينفعك بنسبة 100%، لان التفكير المفرط هو أداة قوية جدا تستغلها في شغلك. طب قبل ما نبدأ كده، ببساطة ايه هو الاوفر ثينكينج وايه سببه؟ يعني ما انا اكيد يعني مفيش انسان بيتولد دماغه بتفكر بسرعة كبيرة، مفيش حد بيتولد كده. لازم في حاجات بتحصل بتسبب ان دماغك بتبقى 24 ساعة شغالة تفكير. التفكير المفرط ببساطة هو ان عقلك بيكون شغال زيادة عن اللزوم. لا، وهنا بنتكلم زيادة عن اللزوم، مش كده ولا كده، لا، زيادة عن اللزوم بطريقة غبية. ممكن تلاقي عقلك بيجيب لك 5 6 مواقف في نفس الثانية. طبعا دي حاجة هتعمل لك ايرور، وده اللي انا جاي اقول لك النهارده ازاي تتحكم في الحوار ده. دماغك بتبقى شغالة طول الوقت تحلل كل حاجة، بتفكر في حاجات كتيرة ممكن تحصل، واوقات بس دماغك دي بتسحلك انك تفضل عايش في الماضي، تفضل تفكر في اللي حصل زمان، ما بتخلكش تتقدم قدام. تخليك تفكر تقول طب ما خلاص، ما ضيعت اللي كنت ممكن اعمله، حاجه دلوقتي مش هينفع خلاص، كان زماني وزماني. بس هي دي اللي دماغك بالظبط هتعمله لك. وفي ناس كتيره بتقع في الحوار ده. زي ما قلت لك دماغك مبتبقاش ثابته على حاجه واحده، اوقات كتيره بتفكر في الماضي بطريقه غبيه، وساعات بتلاقيها بتفكر في المستقبل وخايفه ايه اللي ممكن يحصل قدام. والحاجات دي بتخليك انت تعطل في النص، متعرفش انت تعمل ايه، فبتفضل واقف مكانك، تسيبها ماشيه زي ما هي ماشيه. طيب احنا دلوقتي فهمنا ايه هو التفكير المفرط، نخش بقى نفهم ايه اسبابه. طب ليه التفكير المفرط ده بيحصل؟ هو ليه اسباب كتيرة، واشهرهم الخوف. بتبقى خايف من المستقبل، خايف تعمل حاجة جديدة عشان مش عارف ايه رأي الناس فيك، خايف تعمل حاجة، تبدأ بحاجة، نفسك تعمل حاجة بس خايف من اللي هيتردد الفعل، خايف من اللي ممكن يحصل قصاد الحاجة اللي انت هتعملها. فانت بتبقى قاعد طول الوقت بتفكر طب ما انا عايز كده، طب ما انا اعمل، بس بتفكر برضو قصادها ان في كذا كذا حاجات قدامك هتعطلك، فبتبقى مش قادر، فبتبطل تفكر بتخطيط، وبتوقف كل حاجة عشان بس شوية تفكير جالك وانت اللي اديته الصلاحية ان هو يستغلك. زي ما قلت لك في الاول، انت بتبقى خايف من ردة فعل الناس قصادك. تاني حاجة معانا هي القلق من رأي الناس. انت بتبقى خايف الناس هتقول ايه، بتبقى قاعد طول الوقت بتفكر طب اللي انا عملته ده ايه اللي هيحصل قدام، في تفكير ايجابي هيحصل. فانت دي حاجات بتخلي دماغك شغالة برضو تفكير مفرط طول الوقت، وزي ما قلت لك انت اللي اديتها الصلاحية. وتالت حاجة معانا هي عدم الثقة في النفس. بتشكك في نفسك كتير، حاجات كتيرة انت بتعملها بتشكك في نفسك بسببها. يعني مثلا انت ماشي في الشارع اتشنكلت، دي حاجة انت هتفضل طول عمرك بتفكر فيها، وكل ما تفكر بتزعل وبتبقى عندك احراج. مثلا جيت تدي لحد حاجة ما شافكش فبتفضل مادي ايدك كده، دي برضو اسمها عدم ثقة في النفس. بتفضل تفكر في الموضوع طول الوقت اي حاجة بتحصل معاك. طب رابع حاجة بقى، ودي اللي يعتبر اي حد عنده التفكير المفرط الحاجة دي عنده، هي الضغط النفسي. لو عندك مسؤوليات كتيرة، عندك حاجات كتير لازم تعملها، مخك ساعتها بيبدأ يتوتر، يتعب، حاجات كتيرة فبيفضل يفكر. ده بيبقى ساعتها ضغط نفسي، لأن حاجات كتيرة فدماغك بيفكر فيهم في نفس الوقت. المشكلة هنا إن التفكير المفرط مش بيساعدك، هو بيخليك تحس إنك متوتر وخايف وقلقان، وبيخليك تأجل القرارات. يعني مثلا أنت بتقول أنا لازم أبدأ أنزل فيديوهات من النهاردة، خايف من ردة فعل الناس عن الفيديو، خلاص هنزله بكرة أحسن، عشان تريح ضميرك وتريح دماغك. تيجي بكرة تبقى خايف تنزل حاجة، فبتيجي بعده وبتأجل الحاجات وما بتعملش حاجة في الآخر. ده سبب مقنع يخلي التفكير المفرط يدمرك، وأحيانا بتضيع وقتك على حاجات مش مهمة بسبب التفكير المفرط. طب ازاي بقى نستغل التفكير المفرط لصالحنا
بدل ما هو بيأذينا نفسيا وجسديا وكل حاجة. طب ما بدل التفكير المفرط بيضيع وقتك وبيخليك مش عارف تتحرك، ليه ما نستغلوش بطريقة ايجابية؟ طب رقم واحد، المونتاج. انت دلوقتي بتعمل مونتاج بس عندك تفكير مفرط، طب ما دي حاجة حلوة، مش حاجة وحشة خالص. التفكير المفرط بيخليك تركز في حاجات ممكن محدش شايفها غيرك اصلا، فده يعني ممكن تبقى حاجة ايجابية بنسبة 100% بصراحة. انت لما بتيجي تصمم صورة بتلاقي نفسك دخلت في دوامة، بس هي اول كام دقيقة تخش في الدوامة بتاعة تصميم الصورة بتلاقي دماغك بتجيب حاجات، يا لهوي ايوه صح البتاعة دي لو حطيتها هنا هتبقى جامدة. وده فعلا اللي بيحصل، انت بتعمل حاجات في الفيديو ابداع بمعنى الكلمة بسبب التفكير المفرط. طب بدل ما تضيع وقتك في التفكير في اللي فات، طب ليه ما نعمل نسخة جديدة ونفكر افكار جديدة ونفكر فيها بعدين عادي. انت قاعد النهاردة تعبان بسبب ان انت محتاج تبدأ حاجة معينة، طب خلاص انا هبدأ الحاجة دي بكرة. طب ماشي، بعد ما تبدأها بكرة انا خلاص انا كده ريحت نفسي النهاردة، هاجي بكرة نفس الضغط نفس الزعل نفس التوتر نفس كل حاجة كانت امبارح هتبقى بكرة. طب ليه ما نبدأ من النهاردة؟ الضغط هيروح مع الوقت، مع الشغل، مع حاجات كتير انت بتعملها الضغط هيبدأ يروح من عندك. يعني انا ممكن اقولك التفكير المفرط ده هينفعك بنسبة 1,000,000% لو انت كاتب، بتكتب سكريبتات لفيديوهات يوتيوب، بتكتب افكار، بتكتب حاجات كتير في شغلك. التفكير المفرط هينفعك بنسبة 1,000,000,000%. بيخليك من فكرة واحدة انت ممكن تطلع 500 فكرة جديدة، بيخليك تحط حاجات في السكريبت هتبقى خرافية، بيخليك تفكر بعمق ودي احلى حاجة فيه، وبيخليك تدرس الشخصيات كويس وتخلي السكريبت فل الفل. بدل ما تقعد تفكر في حاجات كتيرة اكتبهم، اكتب افكار بدل ما انت بتفكر. استغل التفكير المفرط في التخطيط، خطط حاجات جديدة بدل ما انت بتضيع وقتك على الفاضي. ممكن تستخدم نظام تو دو ليست عشان تفرغ الافكار اللي في دماغك وتبدأ تنفذ فعلا، مش تبقى تفكر بس ونفسك تعمل حاجة والوقت هيعدي بيك تفضل في نفس المكان. عموما التجربة بتبقى احسن من التفكير. الحل الوحيد اوقات كتير انك تبدأ من غير ما تفكر كتير، اعمل الحاجة زي ما تيجي تيجي، جابت حاجات سلبية جابت ايجابيات جابت، انت اللي كسبان في الحالتين. هتقولي ازاي كسبان في الحالتين لو في سلبيات؟ ساعتها انت تعرف من السلبيات انت الحاجة اللي انت عملتها دي فعلا كانت وحشة بسبب السلبيات، هتبدأ تعدلها. ايجابيات او سلبيات في الحالتين انت اللي كسبان. عامة يعني في النهاية التفكير المفرط ده مش زي ما انت متخيل ان هو نهاية العالم ولا حاجة هتدمر دماغك، بالعكس انت لو عرفت تستغله صح هيكون واحد من احسن الاسلحة اللي في دماغك، هتبدأ تعمل اي حاجة انت نفسك فيها. الحل هو انك تحلل بسرعة وتخطط بسرعة وتنفذ بسرعة، ما تديش وقت للتفكير. في فكرة حلوة جت في دماغك على طول ما تديش وقت، التفكير هيمنعك بمعنى كده. خلصنا فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو لايك كومنت سبسكرايب، اتمنى يكون الفيديو عجبك ومفيد ليك وبس.